شبكة الأوراس بريس تقدم لكم زيارة الوفد الشعبي التونسي إلى سوريا، بيروت 19 أيار 2013. يا بيروت من حماكي، يا بيروت من حماكي، دور البحث الاشتراكي، احنا نرحب بالضيوف. لحظة، احنا نرحب بالضيوف تحت النائب بالإذن بس مشان الصوت. أنا أقدم على حزب الله. تفضل تفضل. طيب يا اخوان خلينا نوسع شوي ناخذ صورة كلنا مع الوفد. وسعوا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتكم. يلا بس لحظة. يلا جوي. تفضل. جئنا لنرحب بوفد الأحزاب الوطنية للإخوة في تونس. هذه الأحزاب التي لم تضع البوصلة ولم تضع ثوابتها الوطنية والقومية، وبقيت تحتضن قضية الأمة، قضية فلسطين، ومن ضحى من أجل فلسطين. بقي في وجدانها الدولة المقاومة في الوطن العربي التي ضحت وقدمت كل إمكاناتها في سبيل دعم القضية المركزية للعرب والمسلمين والقضية الفلسطينية. وأننا نرحب بهذا الوفد الكريم على أرض وطن المقاومة في شهر المقاومة وفي شهر الانتصار والتحرير. نشد على أيديهم ونتمنى لهم كل التوفيق وكل التقدم والازدهار للوصول معا في سبيل توحيد كل الجهود لمنع المؤامرة عن أمتنا، المؤامرة الفتنة التي أراد من خلالها الأمريكي والصهيوني أن يستبدل الصديق بالعدو والعدو بالصديق. نرحب بكم من جديد ونقول لكم باسم الشرفاء في هذا الوطن، المقاومين الشرفاء والأحزاب اللبنانية الوطنية الشريفة المقاومة، أهلا وسهلا بكم في بلدكم في لبنان، ودمتم ذخرا للبنان والأمة العربية وللمقاومة ولسوريا، والسلام عليكم ورحمة الله.